فهل ننتظر من هذه الأمة الشجب والندب؟ هل ننتظر من هذه الأمة أن ترفق وأن ماذا تقف ويقف عداؤها عنا؟ لا والله، فإنهم لا يكتفون بما يفعلونه الآن، بل ينادون بالقضاء على الإسلام والمسلمين، وهذا دأبهم. اعلم أيها المسلم، إن لم تكن عندك غيرة على دين الله والرأفة بعباد الله فنخشى أن تصيبنا ما أصابهم. لا تأمن من مكر الله. فينبغي للمؤمن أن يعرف هذا العداء الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لتعرف أن هذه الأمة جمعت كل شر، وأنهم لا يريدون الخير لهذه الأمة، وأنهم أمة الحسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود كما حسدتكم على السلام والتأمين، على أدنى شيء، على كل صغيرة وكبيرة. فينبغي للمسلم أن يعرف ذلك العداء، وأنهم ليس لهم عهد ولا ذمة، وأنهم إذا كانت الغلبة عليهم اتخذوا المسكنة والذلة، فهم أمة ذليلة. لهذا يخافوا من الإسلام وأهله، يخافون من لا إله إلا الله أن ترفع وأن يقام التوحيد. فلهذا ينبغي أن يعلم كل مسلم هذا الأمر الذي بينه الله في كتابه، حتى نكون على حذر منهم.